السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني. يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة حميتي جابت لي سمك وقالت لي يلا قومي في 10 دقايق تكوني مخلصاه وعاملاه. قلت لها في 10 دقايق؟ قالت لي اه. وهو طلع اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أول حاجة كده الخلطة الجميلة بتاعتي معايا ملح، معايا كمون، معايا شطة، معايا توم، وطبعًا الليمون أساسي. طبعًا نضّفته كده بسرعة على السريع كده، وحطيته يتصفّى بالليمون، وعملت له على طول التتبيلة السريعة أوي دي، لإني حماتي مستعجلة أوي على الأكل. وزي ما أنتم شايفين السمك أهو زي الفل، ونضيف وزي الفل. على طول حشيت بطنه كده وحطيت له التتبيلة. التتبيلة دي يا جماعة بتبقى حلوة جدًا وموجودة في كل بيت، مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود. بس خدي سمكية سمكية كده تبّلي بطنها وحطي على لحمها من برّه التتبيلة الحلوة أوي دي، علشان خاطر يبقى الطعم بتاعها تحفة، وهتحسي معاه باختلاف جدًا، جدًا في الطعم. وجبت الحلة بتاعتي كده هاحط فيها شوية زيت، زيت ذرة، زيت عباد شمس اللي موجود عندِك ما فيش مشكلة. وافرمي كده بصل حلو كده جميل، بصلتين حلوين كده وافرميهم وقلبي فيهم لحد ما البصلة كأنها هتتحرق. ما تخافيش يا قمر، هي مش هتتحرق ولا حاجة، دي هتديكي أحلى طعم رز صيادية. زودي المية على قد الرز لو انتي بتستخدمي الرز المصري بتاعنا. أهم حاجة ان انتي تصفيه، حطي عليه كمون وحطي عليه ملح وسيبي أول ما المية تغلى تحطي عليها الرز المغسول والمنقوع وتسيبيهم مع بعض يغلوا غلوة قبل ما واحدة، وبعدين نعمله توطّي عليهم نحط النار. إيه، نحط دقيق، نحط نشا، نحط شطة، نحط ملح، نحط كمون، ونقلّب كل المكونات دي مع بعضها. إيه فايدة النشا؟ النشا هيدّيني الطبقة الكريسبي اللي من برّه. طلّعي السمك بتاعِك وعلى طول كده حطّيه في التتبيلة، وتكوني محضّرة طاسة الزيت بتاعتِك، علشان من التتبيلة للدقيق بالتتبيلة على طول، على طول على الزيت. إيه بقى ده؟ أنا يا دوبك حطّيت على النار بتنجانتين شويتهم، وزي ما أنتم شايفين أول ما بردوا على طول بابتدي إن أنا أقشّرهم. مجهزة الكبة بتاعتي، أول ما أقشّر على طول أشيل منهم كل القشر اللي برّه، أقوم جاية حاطة على طول في الكبة، بدل بقى ما أقعد أدُق وأعمل، لأ مش محتاجة. وآخد كده معلقتين حلوين كده من الطحينة وأحطهم عليهم. عندِك زبادي حطي، وطبعًا الخل والكمون والليمون والتوم، وطبعًا البقدونس، وتحطي كل ده في الكبة وتضربي كله مع بعضه. الكبة فايدتها إن هي هتنعّمه لِك أوي. حطي رشة ملح بس ما تكتريش، علشان خاطر انت كده كده حاطه الليمون والخل فبتدي له حدوقية شوية، فحطي رشة بسيطة. بصي بقى طالع ملمسه كريمي خالص زي اللي بنشوفوه على طول في المطاعم. بقى تمام معايا. هاتي بقى شوية زيت كده وحطي على الوش. خلاص. كنت طبعا عاملة السمك في الدقيق، حطيته طبعا في الزيت زي ما قلت لكم، سايباه اهو يتقلى كده. كل حاجة بقت جاهزة. بصوا كده شكل السمك، اللهم بارك. سمك مرجان طالع من البحر طازة وعلى الفروزة. وطبعا الرز مش قادرة اقول لكم قد ايه كان جميل وتحفة. سلطة البابا غنوج، بصوا لون الرز اصلا عامل ازاي. بجد حاجة كده اللهم بارك. طبعًا باتمنى وصفتي تكون عجبتكم، وتجربوها كده وتقولوا لي إيه رأيكم في الجمال والروعة دي. وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم، وربنا يبارك لكل واحد بيحط لي لايك ويعمل شير واشتراك في القناة. ومع السلامة.